تجارب أولية لعربة ترامواي، المشروع الهام الذي استفادت منه ولاية ورقلة، يمتد على مسافة 12 كيلومتر من حي النصر إلى وسط المدينة عبر 23 محطة توقف. أشرفنا على وضع استلام العربة تاع تراموي لهذا المشروع المهيكل اللي داخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية. والمشروع تاع تراموي يتربع على أكثر من 12 كيلومتر ويسمح بربط كل أقطاب تاع المدينة اللي كلف خزينة الدولة ملايير أكثر من 3600 مليار من أجل إنجاز هذا المشروع. أبواب مفتوحة على مشروع ترامواي ورقلة بادرت بتنظيمها الشركة المكلفة بالإنجاز بهدف توعية المواطنين حول أهمية ترامواي الذي يعد وسيلة نقل عملية ستساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التنقل بين أحياء المدينة. نستبشروا خير بالإنجاز هذا، وإن شاء الله راح يدفع بأجل التنمية في البلاد ويكون يفك العزلة بالنسبة للتنقل من حي النصر إلى وسط المدينة، وإن شاء الله يكون فيها مناصب شغل. الترامواي هو وسيلة حديثة ومليحة لولاية ورقلة، لكن في الحقيقة احنا حبينا نوصلوا انشغالنا من خلال هذا العرض اللي تقوم به مؤسسة ترامواي لمواطنين وسكان ورقلة. حبينا نوصلوا انشغال بأنه نسبة الإنجاز اللي راهم يحكوا عليها راهي متوقفة عند المجمع، وإحنا حسب ما اطلعنا على الدراسة تاع المترو الجزائر هذا أنه يوصل لدور حتى القصر العتيق. في الإنجاز ننجزوا حسب الإمكانيات المالية المتوفرة، والمشروع سيجسد إن شاء الله كما هو مدروس في المرحلة الأولى. ترامواي ورقلة إضافة نوعية للولاية، فالسكان مدعوون للحفاظ على هذا المرفق الهام.